بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله بإذن الله، بس هيبقى يوم مختلف. بس قبل ما نخش على تفاصيل الفيديو، لو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة عندي اتمنى طبعا تشتركوا، واتمنى كمان نتفاعل باللايك على الفيديو علشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. فتفعلوا كده باللايكات على الفيديو وحطوا لي اللايك لو عجبكم الفيديو. فتعالوا يلا كده بقى هنخش على تفاصيل الفيديو على طول. فيديو النهارده ان شاء الله باذن الله هيبقى مهم جدا، حباكم تسمعوا لي النهايه. هنتكلم في فيديو النهارده، حابين نغسل بقى السموم. هقول لكم على خلطه حلوه جدا جدا. عندي الفراخ البيضاء، الخلطه دي اعتمدوها في شغلكم برضو مع الطيور البيضاء، وهقول لكم طبعا هتعملوها كام مره كده في يعني طول دوره الفراخ البيضاء. فتابعيني في الفيديو ده. بس قبل برضو ما اخش على تفاصيل الفيديو، ليه رجاء عندكم، انتوا ليه مش بتحطوا اللايك على الفيديو؟ يعني الناس اللي بتخش تتفرج حتى لو 500 واحد بس هيشوفوا الفيديو، لو نصهم بس بدأ كده يحط لي اللايك على الفيديو طبعا هبقى اكون مبسوطة، لان الفيديو كده هيبدأ يوصل لعدد كتير من المشتركين. انما بعدم التفاعل طبعا الفيديو ما بيوصلش، وكده كأني ما صورتش اي حاجة. فطبعا انا بقول لكم بس حطوا اللايك على الفيديو واتفرجوا شوية على الفيديو علشان انا كمان اعرف استمر. وطبعا اسفة في ايام ما بقدرش انزل فيها فيديوهات، فاعذروني يعني. بس اتمنى من حضراتكم تقفوا كده معانا في القناة علشان بس انا اتشجع ان انا اقوم اصور واعمل الفيديو، وابقى اكون متشجعه ان في ناس هتبدا تتفرج على الفيديو. اسفه طبعا على المقدمه دي، بس لازم اقول لحضراتكم بالتفاعل بتاعكم ده بيوصل لعدد كتير. فيديو النهارده ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن حاجه مهمه جدا. عند الفراخ البيضاء لازم تعمليها على الاقل مره كل 10 ايام. يعني دوره الفراخ البيضاء دي اعمليها لهم 3 مرات طول دورتهم. خلطه من احب الخلطات اللي انت ممكن تعمليها. بس عايزه برضو اقول لكم على موقف حصل معايا علشان انتي برضو تاخدي بالك. انا امبارح رحت اجيب علف، فبتاع العلف قعد يقول لي إيه طيب هو انتي هم عمرهم قد ايه؟ قلت له كده عمرهم شهر. قال لي طيب طالما عمرهم شهر خدي العلف الناهي، ده الناهي جميل. وقعد بصوا يعني مش عايزه اقول لكم، عمل لي حكايه كده. فانا حسيت كده من كلامه ان هو ما عندوش النامي. طبعًا عارف إن أنا ما باشتغلش بالناهي خالص، أنا باكمّل دورة الفراخ عندي بالنامي، وبقى لي سنين ماشية على كده والوضع عندي تمام. في ناس بتبدأ تدخّل الناهي، ده على حسب ما كل واحد متعوّد حبايبي. يعني التربية دي كل واحد زي ما هو متعوّد يمشّي عليها، طالما في النهاية بييجي معاكِ وزن راضي ووزن كويس خلاص تمام. فبعدين قُلت له: "طيب هو أنت دلوقتي مش عندك الناهي يعني؟" قال لي: "آه مش موجود عندي الناهي." فشايفين بقى البايع يعني بيعمل إيه؟ إن هو بيحاول يقنعِك لأ خلاص خدي الناهي. فالمهم قال لي: "طب استني أنا عندي شوية نامي." والله أعلم هو اداهم لي نامي والّا اداهم لي ناهي وحاططهم في شكارة تانية، فهو وضميره بقى. بس أنا حاسة كده إن هُم دول مش نامي برضه. فالمهم اضطريت طبعًا إن أنا آخُدهم، لإن كنا بالليل، يعني إحنا كنا بالليل، فهو اللي كان فاتح فأنا خدته، على أساس إن هُم نامي. والله أعلم هُم نامي والّا ناهي. بس هو اللي يعني في النهاية لقيت مش عنده الناهي، فقال لي: "ده أنا شايل شوية على جنب." فالصراحة ما اقتنعتش بكلامه خالص إن هو شايل شوية على جنب. فخدوا بالكم بقى من النقطة دي. طبعًا اللي معاه فلوس ويقدر يجيب شكارة العلف مرة واحدة ويركنها، طبعًا هيكون أحسن له، بدل ما يروح مرة ما يلاقيش العلف، مرة أصل ما فيش، مرة ممكن يفضّيه في شكارة تانية. والله العظيم بتحصل. في ناس ما عندهاش ضمير، بتبدأ مثلًا تجيب نوع من العلف يكون رخيص وتفضّيه في شكارة يكون مثلًا النوع كويس، النوع اللي أنتِ بتاخدي منه، وتبصي تلاقي في غش الأيام دي. لأن طبعًا زي ما قُلت لحضراتكم العلف خَف خالص من الأسواق، وفي أنواع كتيرة ما عادتش موجودة. حبيت بس أنبّه حضراتكم للنقطة دي. اللي معاه فلوس يجيب شكارة العلف ويركنها عنده يعني إيه طول دورة الفراخ، وكده يكون ريّح دماغه. طيب النهارده إحنا هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن البقدونس. هابدأ أعمل معاكم خلطة حلوة جدًا للبقدونس، هتبدئي كده إن أنتِ هتشوفيها دلوقتي. هنبدأ نضيف عليها مكونات. طيب خلطة النهارده هنشتغل معاهم بالبقدونس. البقدونس فيه 15 فايدة، بالنسبة للطيور حلو جدًا. فإن شاء الله دلوقتي هابدأ أقول لكم كده سريعةً
أول حاجة فوائد البقدونس معاكِ مضاد للأكسدة، حاجة كمان البقدونس فيه كمان نسبة سعرات حرارية، فيه بروتين، فيه ألياف، فيه دهون، فيه فيتامين، طبعًا فيتامينات أنواع فيتامينات كتيرة، فيه بوتاسيوم، حلو جدًا في تعزيز المناعة، بيرفع المناعة وبيخلّي جهاز المناعة حلو جدًا، جدًا، فبرضه زي ما قُلنا البقدونس حلو أوي. بُصّوا بقى أنا باعمل إيه، أنا حطيت أهوّة زي شوية بقدونس ومعايا فص توم ومعايا ليمونة، هابدأ هاخد ربع الليمونة دي مع فص التوم مع شوية البقدونس واضربهم كده زي ما أنتم شايفين لحد ما نعّمتهم خالص تمام. هابدأ بقى هاصفّي المكونات دي زي ما أنتم شايفين كده. حاجة كمان بيزيل السموم حلو جدًا، جدًا، السموم اللي موجودة بينضّف في جسم الفرخة، يعني بيغسل معاكِ جسم الفرخة كده، فحلو جدًا زي ما أنتم شايفين كده أهوّة. بدأت إن أنا أصفّي. حاجة كمان بيريّح برضه معاكِ مشاكل الجهاز التنفسي، برضه حلو جدًا أهوّة زي ما أنتم شايفين كده. طَب أنا هاعمل إيه، أنا هابدأ كده هاجيب أهوّة رِتل من المَيّة، بس أنا حاطة رِتلين من المَيّة تمام، وهابدأ على كل رِتل هاصفّي كده زي معلقة كبيرة، وهابدأ كده حطيتها أهوّة، وهابدأ بقى أزوّد رِتلين من المَيّة، وهابدأ هازوّد كمان مكون كمان معايا. عايزة برضه أقول لكم إن البقدونس من أقوى فواتح الشهية، يعني بيفتح الشهية عند الطائر حلو جدًا، جدًا، اعمليه. أنا زمان كنت باجيب برضه ربطة البقدونس وباجففها، يعني بانشفها زيها زي النعناع، وبابدأ أحتفظ بيها برضه في برطمان، ولمّا باطلع برضه كده كل 10 أيام بابدأ أضيفه برضه على العلف مع فص التوم ده. فص التوم والليمون والبقدونس مع إضافة كمان الكركم، مشروب بُصّي من أقوى المشروبات زي ما قُلت لكم، مضاد للسموم حلو جدًا، يعني بينضّف معاكِ جسم الطائر بطريقة حلوة جدًا وأنتِ كمان هتلاحظيها. حاجة كمان حاجة طبيعية، يعني حاجة كده طبيعية بتبدأ تنضّف السموم في جسم الطائر. المشروب ده على فكرة ينفع إحنا نشربه إحنا كمان، يعني أنتِ برضه لو حابة تعملي المشروب ده وأنتِ تشربيه حلو جدًا. أهوّة هابدأ كده أصفّي الكلام ده. فالمشروب ده برضه حلو جدًا للناس اللي عندها مشاكل برضه في الكلى الكلام ده، لإن هو بينقّي الجسم من السموم، فأنتِ ممكن تعملي برضه المشروب ده لو عندِك شوية مشاكل في الكلى وتبدئي تشربي منه. أنا الصراحة جايباه لإني أنا هاعمل منه يعني، بس حبيت برضه إن أنا أورّيكم إن هو برضه ينفع للطيور عادي. طيب في كذا طريقة وطرق كتير إن أنا أقدر أعمل بيها البقدونس، بس عشان ما أطوّلش معاكم في الفيديو هاخلّيها في وقت تاني، لإن طبعًا إحنا ينفع نغلي البقدونس، بس أنا علشان يعني أنا ضربته في الخلاط كده عادي خالص. وزي ما قُلت لحضراتكم ينفع إن أنتِ تنشّفيه وتبدئي تحطّي منّه. وطبعًا طيب أنا مش حابة أحُط توم ما تحطّيش، مش حابة تحطّي ليمون ما تحطّيش، بس هي كده خلطة متكاملة زي ما أنتِ شايفة كده. بدأت كده آخُد كده معلقة برضه من البقدونس وبدأت كده إن أنا أغلِّف بيها العلف. في الوقت ده أنا كنت بابُص على العلف الصراحة الحبّاية كبيرة، الله أعلم ده علف نامي والّا ناهي، هو وضميره بقى. فطبعًا أنا اضطريت إن أنا أجيب العلف زي ما أنتم شايفين كده. هابدأ بقى في الوقت ده هازوّد برضه كده أهوّة حاجة بسيطة برضه من الكركم في المَيّة، عشان أنا المفروض كنت حطيت الكركم برضه مع الخلطة دي من الأول، بس ما فيش مشكلة خالص يعني. هنا أنا برضه جايبة ب5 جنيه كركم، وزي ما قُلت لحضراتكم الكركم برضه حلو جدًا. أنا كنت قايلة يعني متكلمة قبل كده عن الكركم. الكركم ده حلو للإنسان يعني حلو للإنسان جدًا، جدًا، بينقّي برضه الجسم من السموم. الكركم أنا باستخدمه برضه بديل مضاد للسموم، يعني أنتِ ينفع تحطّي مَيّة مع الكركم بس، يعني مَيّة وكركم بس يبدأ الطائر يشرب منها. برضه حلوة جدًا برضه تبدئي تحطّي كركم مع ليمون، كركم وتوم، كركم يعني لوحده بس كده. خلطة النهارده زي ما أنتِ عايزة اعمليها، بس طبعًا لكل فايدة بتحطّيها هتزوّد معاكِ القيمة الغذائية كمان للفرخ. فأتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منّي حتى بحاجة بسيطة. فأتمنى كده إن أنتم تشجعوني وكمان تدعموا القناة وتقفوا جنبنا الفترة دي علشان إن شاء الله الفيديوهات بتاعتنا تبدأ توصل، لإني زي ما قُلت لحضراتكم أنا ملاحظة إن حتى يعني ما فيش فيديو بيجيب 100 لايك مش عارفة ليه، مع إني والله كل الأسئلة باجاوب عليها، حتى لو ما جاوبتش يعني في ساعتها باشوف تاني بارجع تاني للأسئلة كلها وبارُد عليكم وما باحبش أتجاهل أي سؤال. وطبعًا لو وصلتوا معايا للنهاية عرّفوني كده في آخر الفيديو إن أنتم وصلتوا معايا للنهاية. وبإذن الله يعني شوية كده هابدأ أدخّل كتاكيت على طول. يعني الفراخ دي قدّامها زي أسبوع بالضبط، لإن قايلة لحضراتكم أنا مش هأكّل غير 3 كيلو، 3 كيلو علف بس، مش هأكّل أكتر من كده.
وهاشوف كده في نهاية الدورة هاوزن معاكم في النهاية خالص، وهنشوف الأوزان إيه. طبعًا لو جه الفرخ 2 كيلو ونُص حلو جدًا، لو جه معايا 3 إلا يبقى برضه تمام. فإن شاء الله بإذن الله هنوزن وهنشوف الوضع عندنا إيه آخر الدورة. هنا باقول لكم الكركم النضيف بتعرفيه من إيدِك يعني بيمسك في الإيد كده، بيعلّم في الإيد. فالكركم تعرفيه إن هو من ريحته الحلوة جدًا، شايفين؟ ده كده الكركم الحلو النضيف. أشوفكم إن شاء الله بكرة على خير، ما تنسوش تسيبوا لي تعليق وتسيبوا اللايك. مع السلامة.